اهلا بكم في حلقه جديده. في البدايه كل سنه وانتم طيبين، اول حلقه في 2021 وربنا يسترها وتبقى احسن من 2020. ويلا بينا نبتدي. في البدايه عندنا هنا كوتشينه عاديه خالص. هنطلب من الشخص اللي قصادنا انه يقول ستوب في اي مكان هيقول في ستوب هنديله الورقه. فلنفترض انه قال ستوب هنا، هنديله الورقه اللي هو قال عليها ستوب اللي هي 5. مش بس كده، احنا كمان هنطلب منه نحطها في اي مكان في وسط الكوتشينه، يقفل عليها كده الورقة في وسط الكوتشينة. بس بحركة بسيطة هنكتشف ان كل الورق مقلوب ما عدا ورقة واحدة بس، واللي هي الشخص اختارها. هنلاقيها ان شاء الله اهي. مش هي؟ اوكي طيب، لو مش هي ال5 يبقى ال5 بتاعتنا مقلوبة علشان تدينا بس وجهة خريطة للمكان اللي موجود فيه الورقة بتاعته. 1 2 3 4، يبقى رقم 5 هي الورقة بتاعته بالظبط كده، الورقة اللي هو اختارها. بس مش دي صدفة، يمكن تبقى صدفة ممكن، بس الحاجة اللي مش صدفة ان عندنا كل الورقة هنا بيرسم لنا خريطة علشان يوصلنا للورقة اللي الشخص بتاعنا اختارها. يعني عندنا هنا رقم 5 مقلوبة، عندنا هنا بعديها رقم 4، رقم 3، رقم 2 ورقم 1. كلهم بيكونوا لنا خريطة علشان نوصل لنفس الورقة اللي الشخص بتاعنا اختارها. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، ويلا بينا نروح على الشرح. اوكي يا شباب، كل اللي محتاجينه في الخدعة دي 5 ارقام: 1 2 3 4 5. 5 ارقام. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد الارقام بالشكل ده، بالشكل ده، وهناخد رقم 5 هنقلبه كده. كده رقم 5 هي الرقم المقلوب من تحت خالص في الكوتشينة بالشكل ده. هناخد بقى بقية الورق اللي احنا مرتبينه عندنا بالشكل ده، هنحطه كده. كده يبقى الناتج عندنا هنا 1 2 3 4 ورقم 5 مقلوب. في البداية هنعرض للشخص اللي قدامنا كوتشينة عادية خالص. كمان لو حابين نفنطها بس نبقى حريصين ان اخر كام ورقة يبقوا لسه تحت، ونفنط عادي كده. ممكن نفنطها كمان بطريقة عشوائية كده، بس في النهاية هيبقى عندنا الترتيب لسه زي ما هو اهو، 5 مقلوبة. وبعدين هنطلب منه نقول ستوب في اي مكان فعلا هيقول في ستوب. فلنفترض انه قال ستوب هنا، هناخد ورقة 2. كده عندنا هنا ورقتين هنسحبهم من وسط الكوتشينة بالشكل ده، وهنقول له انت اخترت الرقم ده. هنقلبه كده وهنطلع ورقة اللي هي مختلفة اساسا عن اللي هو اختارها. وبعدين هنطلب منه نحطها في وسط الكوتشينة. كده الورقة بتاعته لسه فوق. مرة تاني هنطلب منه نقول ستوب في اي مكان. فلنفترض قال ستوب هنا، هنحط صابعنا كده نسيب ورقة تاني، كده يبقى عندنا هنا ورقتين. مرة كمان نطلب منه نقول ستوب، هنحط صابعنا كده نسيب ورقة تانية، كده يبقى عندنا ورقتين اهو. هنقول له ده الرقم اللي انت اخترته، هنقلبه كده. هنطلب منه نحط الورقة في اي مكان في وسط الكوتشين، مش مهم لان الورقة فعلا اللي اختارها لسه فوق. وبعدين هنقسم الكوتشينة بالشكل ده وهنحطها كده. لما بنقلبها كده يبقى عندنا الورقة اللي هو اختارها تحت الورق اللي احنا اساسا مرتبينه بالشكل ده. وبعدين لما نفرد الكوتشينة كده هيظهر عندنا رقم 5 اللي احنا اساسا قلبينه من البداية. هنلاقيه ان شاء الله اهو. هنحوش بقية الكوتشينة بالشكل ده، وهنقول له دي مش الورقة اللي انت اخترتها، بس الورقة دي هي اللي بتوجهنا للورقة اللي انت اخترتها. دي رقم 5 بتاعتك. هنعد 1 2 3 4، رقم 5 هتبقى الورقة اللي انت اخترتها. مش بس كده، ده كمان الكوتشينة بتعمل لنا خريطة علشان توضح لنا بالظبط مكان الورقة اللي انت اخترتها، واللي هي 4 3 2 1.
دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تدعمونا بلايك وشير. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.